والله ما يفعلها إلا أبو بكر، ما حدش يعمل الموقف ده غير أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هو ده قلب أبو بكر، هو ده عز، هو ده الشيء اللي وقر في قلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر وعمر في غزوة تبوك، يقول عمر بن الخطاب: انتدبنا النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز جيش العسرة، فنظرت حولي فلم أجد أبا بكر. النبي بيقول لهم يلا تبرعوا لجيش العسرة. عمر بيبص حواليه ما لقاش أبو بكر. يقول عمر: فوقع في قلبي فرح، آن لك يا ابن الخطاب أن تسبق ابن أبي قحافة. عمر بيقول: يا أخيرا هسبق أبو بكر. فأسرعت إلى بيتي، فجئت بشطر مالي وأسرعت إلى رسول الله فوضعته في حجر النبي وأبو بكر كان يجلس. عمر راح جاب نص فلوسه وحطها في حجر النبي، ولا أبو بكر قاعد ما فيش حاجة، ما جابش حاجة وما فيش في حجر النبي فلوس. أول واحد جاب أموال في حجر النبي كان عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكر قاعد. فعمر فرح. يقول عمر: فانشرحت وتطاولت أن سبقت أبا بكر، فنظر إلي النبي كأنما علم ما يدور في نفسي. النبي نظر لعمر وهو يعني، ثم نظر النبي إلى أبي بكر: إيه يا أبا بكر، ما هذا المال الذي جئتني به بالأمس؟ إيه الفلوس اللي انت جبتها امبارح؟ ده عمر جايب امتى؟ جايب النهاردة. عمر ما جابش غير لما الرسول قال لهم هاتوا، لكن أبو بكر جاب امتى؟ جاب امبارح قبل النبي ما يطلب. ما هذا المال الذي جئتني به بالأمس يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: هذا مالي كله يا رسول الله، جئته إليك لتجهيز الجيش. ده عمر جايب ايه؟ جايب نص ماله، لكن أبو بكر جاب ايه؟ جايب ماله كله. فنظر النبي إلى أبي بكر: وما تركت لأبنائك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. ما هذا المال يا عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر، ما هو أرى اللي في نفس عمر. ما هذا المال يا عمر؟ فيقول عمر بن الخطاب: يا رسول الله اكتم عني، ما كان لابن الخطاب أن يسبق ابن أبي قحافة أبدا. خلاص عمر عرف مكانه وعرف قدره وعرف مكانته، وما كان لابن الخطاب أن يسبق ابن أبي قحافة أبدا. ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق أعظم هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم من عمر مليون مرة. كتير من الناس مبهورين بعمر، مبهور بيحب عمر لا، أبو بكر أكتر بكتير، ولازم نحب أبو بكر أكتر. وكل واحد فينا ضروري يدور على نفسه، يا ترى هو صديقي النزعة ولا عمري النزعة؟ كتير من الناس لما نيجي نصنف الناس كده نقول دول ده صديقي ولا عمري، ولما حد يقول لك انت عمري تبقى فرحان قوي. لا، ده انت تفرح اكتر لما تبقى صديقي، لما تبقى صديقي النزعة، لما تبقى صديقي القلب، لما تبقى كأبي بكر الصديق تفرح كتير قوي. من أعظم الكلمات التي سمعتها من شيخي الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله في لحظة من اللحظات، قال دي نخليها لبكرة، نشوف ازاي تبقى صديقي. نشوف سيدنا ابو بكر كان شكله ايه، لما نشوفه في المنام نعرف ان ده سيدنا ابو بكر. لما انت تبقى شكلك، تبقى اخلاقك، يبقى سلوكك كده، تبقى صديقي القلب، صديقي النزعة. يعز الله بك الإسلام، وإلى الغد نلتقي. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحي ونبي وكتاب وجهاد